الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعدوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة سووا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. والله أعلم بما تصفون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن المشرق الله أكبر الله أكبر ورفع رحمه وجبره ورزقني وحده الله أكبر بسم الله ربنا الله بحمده بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فأنت قد ولا قدر عليك وإنه لا يلزم عن ولا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله. Subhanallah al-kiram di mana badan. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
الله أكبر كبيرا والحمد كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين يميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita mendengar beberapa hadis mengenai memperbaiki hubungan sesama muslim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi al-jannah faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah qala wa in qadiban min arakin rawahu Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa menyerobot hak seorang muslim dengan menggunakan sumpah, niscaya Allah akan mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan surga baginya. Lalu seorang laki-laki bertanya, meskipun hanya sedikit wahai Rasulullah? Beliau bersabda, meskipun hanya sebatang kayu arok, kayu siwa. Hadis riwayat Muslim. Diulangi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyerobot hak seorang muslim dengan bersumpah, niscaya Allah akan mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan surga baginya. Lalu seorang laki-laki bertanya, meskipun hanya sedikit wahai Rasulullah? Beliau bersabda, meskipun hanya sebatang kayu arok atau kayu siwa. Hadis riwayat Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyerobot tanah tanpa hak, maka pada hari kiamat ia akan dibenamkan ke dalam bumi hingga 7 lapis. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyerobot tanah tanpa hak, maka pada hari kiamat ia akan dibenamkan ke dalam bumi sedalam 7 lapis. Hadis riwayat Bukhari. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man intahaba nuhbatan falaysa minna. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa merampas harta milik orang lain, ia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa merampas harta milik orang lain, ia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Tirmizi. An Abi Dzar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marratin. Qala Abu Dzarrin khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah? Qala al musbil wal mannan wal munaffiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 3 golongan pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara sama sekali kepada mereka, tidak akan melihat kepada mereka, dan tidak akan pula menyucikan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 3 kali. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, betapa kecewa dan rugi mereka ini. Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang yang melebihkan kain sarungnya ke bawah mata kaki dengan sombong, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan dagangan dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Diulangi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 3 golongan pada hari kiamat Allah tidak akan memandang mereka, tidak akan berbicara sama sekali kepada mereka, dan tidak akan pula menyucikan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya 3 kali. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata,
betapa kecewa dan sedih mereka ini. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang yang melebihkan kain sarung di bawah mata kaki dengan sombong, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan dagangan dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man daraba mamlukahu zulman uqida minhu yaumal qiyamah. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memukul hamba sahayanya dengan zalim, ia akan dibalas dengan perbuatan yang sama pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memukul hamba sahaya dengan zalim, ia akan dibalas dengan perbuatan yang sama pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. An Khuraim bin ibni Qatikin radhiyallahu anhu qala Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi falamman syarafa qama qa'iman faqala udila syahadatu az-zuri bil isyraki billah salasa mirarin thumma qara'a fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qawla az-zur hunafa lillahi wa musyrikin bih. Dari Khuraim bin Fatik radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, lalu setelah selesai beliau berdiri dan bersabda sebanyak 3 kali, kesaksian palsu dosanya sama dengan menyekutukan Allah. Lalu beliau membaca ayat fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur hunafa lillahi ghairu musyrikin bih. Maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, dengan ikhlas kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu dengan Dia. Diulangi dari Khuraim bin Fatik radhiyallahu anhu, yang berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, kemudian setelah selesai beliau berdiri dan bersabda sebanyak 3 kali, kesaksian palsu dosanya sejajar sama dengan menyekutukan Allah. Lalu beliau membaca ayat fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur hunafa lillahi ghairu musyrikin bih. Maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Alhamdulillah kita telah dengar beberapa hadis mengenai pentingnya menjaga hubungan sesama muslim. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita amalkan, kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afi ma huwa yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء أمة برحمتك أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا جعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم الحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه